مش هكلمك عن ال 380 كيلو متر اللي النبي صلى الله عليه وسلم قطعهم في الهجرة إلى يثرب واللي قعد فيها حوالي 8 أيام. ومش هكلمك كمان عن رحلة الطائف واللي شاف فيها النبي الأهوال والصعاب وقعد فيها 10 أيام بيدعو كبار أهل الطائف واحد واحد، وكل الإيذاء اللي اتعرض ليه في الرحلة دي وما استسلمش برضه. ومش هقولك برضو ان اليهود كانوا سبب رئيسي في ان الدعوة تنتشر بين اهل يثرب بسهولة لما النبي عرض عليهم الدعوة، لانهم كانوا دايما بيهددوا اهل يثرب انهم هيستعينوا بنبي اخر الزمان عشان يقضوا عليهم ويسيطروا على مدينة يثرب. وده لان اهل يثرب على طول اقبلوا على النبي صلى الله عليه وسلم لما عرفوا بامره عشان يسبقوا اليهود ليه ويكون ليهم هم السبق في الاعتراف بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. تبايعون على تحطيم أصنامكم من الحجارة وتهشيم أوثانكم من الخشب وإلقائها في النار. يا قوم، إما أنكم تصبرون على كل ذلك فبايعوا، وإما أنكم قوم تخافون من أنفسكم فلا تبايعوا. نشهد الله ورسوله نحن الأوس والخزرج أننا أنصار نبايع رسول الله على السمع والطاعة. امال احنا عايزين نعرف ايه من الفيديو ده؟ عايزك تعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم هو فعلا القدوة الحقيقية لينا واللي المفروض يكون مرجعيتنا في كل شيء. وما تسمعش للي بيضحكوا عليك ويقولك ان هو كان عايش في زمن غير الزمن وظروف غير الظروف وان هو كان نبي واحنا ناس عاديين. الموضوع مش كده خالص، لان ربنا كان قادر ينشر الدعوة بدون ما يتعب النبي ولا الصحابة ولا اي حد عشان تنتشر بين الناس، وانما هو كان عايز يعلمنا من خلاله ومن خلال اصحابه رضي الله عنهم ان احنا ازاي نمشي في حياتنا ونقابل كل صعاب بنفس الطريقة اللي هم استخدموها واللي النبي صلى الله عليه وسلم علمنا نمشي عليها، وان احنا دايما ناخد بالاسباب. تعال اقول لك ازاي. تسمع عن علم التنمية البشرية وانك ازاي تصنع انسان عنده دوافع للنجاح وان هو ينجح فعلا ويحقق كل اهدافه في الحياة؟ انت ما عندكش فكره عن قوه الانسان اللامحدوده اللي اداها لنا الله سبحانه وتعالى في منتهى الروعه. نشاطات يومك لازم تكون متغيره. بتعمل ايه لصحتك؟ بتعمل ايه لله سبحانه وتعالى؟ بتعمل ايه لروحانيتك؟ بتعمل ايه لنفسك؟ بتعمل ايه لاولادك؟ بتعمل ايه؟ لو ما بتعملش حاجه هتكتئب. تعال نشوف بقى مؤسس علم التنمية البشرية من غير لا كتب ولا محاضرات ولا وجع قلب ولا الكلام اللي انت بتسمعه ده كله، بمنتهى البساطة في تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم. أول حاجة بيتكلم عنها دايما اللي بيكلمني في التنمية البشرية أو دكاترة التنمية البشرية إن الإنسان أول حاجة لازم تتوافر عنده هي الإيمان. الإيمان بالهدف بتاعه وإن هو قادر يحققه وإزاي ممكن يحقق الهدف ده. سيدنا محمد بقى صلى الله عليه وسلم كان واثق في تحقيق هدفه بنسبة 100% دون أدنى شك في القصة دي ولو لذرة بسيطة. ده طبعا راجع لإيمانه بالله وبالقضية وبالرسالة اللي هو مكلف بيها. انت بقى عندك قضية، عندك رسالة في الحياة بتفكر ان انت تعيش عشانها وتحققها وتفرغ كل طاقتك ليها؟ مش هطول عليك، تعال نخش في الموضوع على طول. فاكر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يثرب؟ وفاكر المشركين لما حاولوا إن هم يقضوا على النبي ويمنعوه من الهجرة؟ ساعتها النبي صلى الله عليه وسلم هو خد أبو بكر الصديق وقرروا يخرجوا في رحلتهم، وحصلت المعجزات اللي كلنا عارفينها وإزاي إن ربنا أغشى أبصار المشركين وإزاي النبي خرج قدامهم وخرج في طريقه إلى الصحراء. تريد أن يصنع لنفسه ملكا هناك؟ ماذا نفعل إذن؟ نقتله. لكن لا أحد يجرؤ على قتله، فعشيرته ستثأر له، سيقتلون قاتله. أرى أن تأخذوا من كل قبيلة شابا قويا، ثم أعطوا كل فتى منهم سيفا صارما ليتوجهوا إليه فيضربوه ضربة رجل واحد، وهكذا سيتفرق دمه في القبائل كلها فيضيع. تعال هنا بقى نركز مع نقطة مهمة جدا. في شخصية أعتقد إن كتير مننا عارفينها وهي شخصية واحد اسمه سراقة ابن مالك. طب إيه حكاية سراقة كده في السريع؟
سراقة انطلق عشان يلحق بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وبالفعل كان قرب منهم وأوشك إن هو يمسك بالاتنين، لولا إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على سراقة. أيوة يعني سيدنا محمد ما عملش حاجة، ما هو كان خلاص أوشك إن هو يلحق بيه هو وسيدنا أبو بكر الصديق، ده كان قاب قوسين أو أدنى. فسيدنا محمد قال اللهم اكفنيه بما شئت. في نفس اللحظة غاصت قوائم فرس سراقة في الرمال ووقع من فوق الفرس بتاعه. الله، ايه الاستجابة السريعة الفورية دي؟ يا ويلي، ما هذا؟ كيف غاصت قدم الفرس في الرمال؟ لا ولسه، ده سراقة نفسه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان هو ينقذه من اللي هو فيه، وان هو يدعي ربه ينجيه من اللي حصل له. الله أن ينقذني من الموت غرقا في هذه الرمال ولن أصيبه بأذى. وعد سراقة سيدنا محمد ان هو مش هيأذيه لو نجاه. المشكلة مش في كده، المشكلة ان سيدنا محمد ما ترددش، وبعد ما دعا عليه لا دعاله في لحظتها ان ربنا ينجيه من اللي هو فيه. طب ايه الثقة دي جايبها منين؟ طب ما هو ممكن يطلع من اللي هو فيه ويقبض عليكم بالفعل. لا، التفكير غير التفكير. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واثق في هدفه وعارف ان مش سراقة او غير سراقة هو اللي هيفشل القضية، ودعاله فعلا وربنا استجاب له فعلا وقام سراقة. الله، استجابتين بسرعة كده في لحظة، في وقت قليل جدا. النبي يدعو في ربنا يستجيب، النبي يدعو في ربنا يستجيب. طبعا الطبيعي هتقول دلوقتي اصله نبي والانبياء ليهم معجزات ودعائهم مستجاب، برضه مش هي دي الحكاية. امال ايه يا مستر احمد حيرتنا؟ ما انا برضه عايز اوصل لك حاجة مهمة جدا، هي فكرة الثقة 100%، الثقة المطلقة في ربنا. سيدنا محمد متوكل على رب عظيم، واثق ان هو الامر هينجحه بنسبة 100%، يعني مفيش ادنى شك ان الموضوع هيفشل، وبالتالي هو متوكل على الله بدون اي تفكير. تعال اديك مثال كده بسيط ولله المثل الاعلى دايما. تخيل كده انت لو عندك حاجة وليها طريقة استخدام أو طريقة استعمال، وعندها مشكلة أو في عايز تعدل حاجة فيها أو عايزة صيانة أو أي تعديلات بسيطة، أنت هترجع لمين؟ أكيد هتدور على المتخصص بتاع الحاجة أو الجهاز اللي عندك ده عشان هو اللي يتصرف فيها أو يتعامل معاها، مش هتروح لأي حد وخلاص، صح كده؟ فما بالك بقى برب العزة سبحانه وتعالى وهو قادر على كل شيء، لأن هو اللي خلق الكون كله وهو المتحكم فيه. فبمنتهى البساطة قادر يسخر لك كل العوامل والسبل وبشكل منطقي من البيئة اللي انت موجود فيها عشان يسهل لك الأمور وتمشي معاك. وصلت كده؟ نبسطها اكتر. ربنا سبحانه وتعالى لما النبي دعا على سراقة حصل ايه؟ الفرس رجله غرست في الرمال وسراقة وقع. يعني ربنا سخر حاجة من الطبيعة، من الصحراء اللي هم بيجروا فيها وهي الرملة، عشان يغرس فيها. يعني ما نزلش على دماغ سراقة ريزك من السماء ودمره ولا حاجة، لا دي حاجة منطقية ومن الظروف اللي هو فيها والبيئة الموجودة كمان. ادع لي يا محمد بالنجاة وخذ متاعي وزادي وسلاحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ايه؟ طبعا المفروض يقبل، واحد في صحراء واكيد الزاد اللي معاه بيقل. لا، سيدنا محمد بمنتهى البساطه رفض، قال له يغنينا الله من فضله. وبص النبي كده لسراقه وقال له اتعجب يا سراقه من هذا؟ ما هي حاجه بصراحه فيها تعجب كتير قوي. يعني انت ايه الثقه دي كده وانت ماشي كده في الصحراء ورافض خدمات؟ يعني انت ايه الجمدان اللي انت فيه ده؟ في الجزء التاني بقى ان شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم هيفاجئنا بحاجة غريبة جدا وهيقولها لسراقة ابن مالك.